حاجه هنا كده هنبدا ونقول بسم الله. معايا كيلو الا ربع من اللحمه مقطعاها كده مكعبات صغيره، ومعايا كمان حوالي 100 جرام من القطع اللي هي السمينه، فرمتهم كده معاهم، وعايزاها طبعا تبقى ناعمه معايا بالشكل ده كده. وهجيب بقى هنا كمان بصلتين متوسطين، ومعاهم قرن فلفل حامي، وده اختياري طبعا حسب الرغبه يعني، بس بيدي طعم حلو كده وتسكيره مع البصل في الخلطه بتاعه الهمبرجر. معايا هنا كمان 4 معالق من البقسماط الناعم. بالنسبه بقى للتوابل بتاعتنا، معايا هنا كده نص معلقه اللي هي الكبيره بابريكا، تمام، نص معلقه كبيره بابريكا، ونص معلقه كبيره من الثوم البودر، نص معلقه بصل بودر، وكمان نص معلقه كبيره من التوابل اللي هي بتاع الهمبرجر، بنجيبها من عند العطار زي ما هي كده، بنقول له توابل همبرجر. وكمان خدت رشه من الجنزبيل حوالي 4 معلقه صغيره، ونص معلقه كبيره فلفل اسود مطحون. هنا كده نزلنا بحوالي برضو نص معلقه صغيره من البهارات التوابل المشكله، وخدت رشه صغيره كده زي ما انتم شايفين على طرف المعلقه من الكمون، وكمان ربع معلقه صغيره من الكزبره الجافه، وحطينا الملح بتاعنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. دلوقتي كده جبنا طبق عشان هناخد فيه بقى السر كله، بياض البيضه اللي احنا هنحطها دي مع الطحينه. هنا بقى طبعا بياض البيضه مع المعلقتين الطحينه اللي هناخدهم، هم دولك بقى اللي هيبقوا سر التماسك والترابط اللي بيبقى في الهمبرجر. حتى يا جماعه والله بتفرق كمان في طعمها، جربوه كده ان شاء الله وهيعجبكم بالطريقه دي. هننزل عليها دلوقتي بمعلقتين كبار من الطحينه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنا بقى دلوقتي كده خدنا بياض البيضه، طبعا حطينا عليها زي ما قلنا معلقتين كبار من الطحينه، وقلبناهم مع بعض كويس جدا. ولما اختلطوا مع بعض كده ولقيتهم قوامهم بقى حلو كده زي الكريمه، رحت على طول ضيفاهم على باقي المكونات زي ما احنا شايفين دلوقتي كده. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاخد معلقه كبيره من صوص الباربيكيو، ده لو موجود عندنا يعني، مش موجود نقدر نستبدله عادي بمعلقه كبيره من الكاتشب عادي برضو، بس انا بحبه الحقيقه يعني، بيدي طعم حلو كده وبيضيف طعم حلو للهمبرجر كانه مشوي، او بيدي الطعم اللي هو المدخن الحلو اللي احنا عارفينه ده. مش موجود عادي بناخد مكانه معلقه من الكاتشب عادي. بعجنه بقى، بعجن كل المكونات دي كده، بعجن فيها اقل حاجه يا جماعه 10 دقائق كده عشان تدينا الملمس والشكل اللي انتوا شايفينه ده، والنعومه بتاعه العجينه بتاع الهمبرجر اللي انتوا شايفينها دي. دلوقتي بقى عندي المكبس اللي هو بتاع الهمبرجر زي ما انتوا شايفين كده، جبت كيس وحطيته، وبعدين هاخد حته من العجينه وهنزل على طول كده جوه المكبس، وبالجزء التاني من الكيس كده من فوق، وهحط بقى كده وهضغط بالجزء بتاع المكبس التاني ده، هيدينا الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله؟ طب لو مش موجود المكبس ده هنعمل ايه؟ هقول لكم برده لو مش موجود هنقدر نعمله في ايه كمان. هنا بقى انا لو هخزنه، جبت الطبق اللي هو الفل ده، طبق التخزين، وحطيت جواه كيس، وعلى طول حطينا القطعه اللي هي بتاع الهمبرجر او الاقراص، حطيناها كده على طول جوه الطبق، وبنبتدي على طول نعمل غيرها. دي كده تاني واحده اهي، شايفين ما شاء الله شكلها حلو جدا. دي كده بالنسبه للي احنا عملناها بالمكبس. طيب لو المكبس ده مش موجود هنعمل ايه؟ وطبعا انا بفضل الطريقه التانيه اللي هي بالبرطمان، الغطا يعني اللي هي غطا البرطمان زي ما انتم شايفين كده. بجيب غطا برطمان يكون عندي وبغسله كويس جدا، وببتدي على طول احط فيه الكيس زي ما شفنا كده، وباخد العجينه احطها جواه، واغطي بالجزء التاني بتاع الكيس من فوق، وايدي تضغط لحد ما بتطلع معايا دايره بالشكل ده كده. ودي الطريقه اللي انا على طول بفضلها يعني، مش بحب اللي هي الكبيره دي، انا بحب على طول اعمل اللي هو بغطا البرطمان. طيب عشان نديله بقى اللي هي ايه التشريحه كده اللي في المكبس، نعمل ايه؟ بالسكينه زي ما انتم شايفين كده، اقدر اعملها بالشكل ده واقدر اعملها بالشكل ده. ما شاء الله بقى، بص عطتنا كميه حلوه قوي من كيلو الا ربع لحمه. بصوا ما شاء الله. لو هنخزن زي ما قلنا في اطباق الفل كده، بنفرش جواها كيس ونرص الهمبرجر جواه، وعلى طول بنغطيه او بنلفه باسترتش رول ونحطه في الفريزر. طيب لو هنعمله بقى على طول كده، بجيب الجريل بتاعنا او الطاسه الموجوده عندنا يعني، وبنحط رشه زيت خفيفه خالص او بسيطه، وبننزل بقى كده بقطع الهمبرجر زي ما احنا شايفين، او بالاقراص بتاع الهمبرجر بالشكل ده. احلى همبرجر يا جماعه في البيت، والله احلى من بره بكتير. ما شاء الله بقى، كان الريحه بص مش قادره اقول لكم، وطعمه احلى واحلى كمان. بصوا ما شاء الله، الله اكبر، لا لزقت ولا فكت، طالعين ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو، حتى ما كشوش يعني، كل قرص طالع زي ما هو اهو.
وكفايه طبعا ان احنا عاملينه في البيت، يعني عارفين المكونات اللي احنا حاطينها فيه ايه والنظافه بتاعته وضامنينه. انا بصراحه ربنا يعني الحقيقه ما بحبش اجيب الحاجات دي خالص من بره، بقلق منها جدا. فدايما بنحرص ان احنا نعمل حاجات زي كده لاولادنا في البيت، ما نشتريهاش نهائي. تمام. طبعا هنا اللي هي الاقراص الكبيره انا بوريها لكم برده اهي، بسويها بالشكل ده كده. طالعين يا جماعه والله تحفه ما شاء الله يعني. خلاص هنا بقى كده خلصنا الكميه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، والطاسه بتاعتنا كده الدهون زي ما انتم شايفين مش لازقه فيها. دي الدهون يا جماعه اللي نزلت معايا من الهمبرجر، وبتطلع بسهوله بمنديل او بالمعلقه زي ما احنا شايفين كده. هنا بقى كده جينا عشان نقفل السندوتشات بتاعتنا، جبنا العيش الكايزر وقطعناه انصاص بالطريقه دي. هنا بقى انا عامله كمان مايونيز بوريهولكوا اهو. طبعا احنا عاملينه قبل كده، عملناه في القناه، فاللي حابب يرجع ويشوف طريقه المايونيز بالتفاصيل هيرجع للفيديو بتاع المايونيز في القناه وهيلاقيه طبعا قدامه، ونقدر نشوفه كده عملناه ازاي بطريقه سهله وبسيطه وبينفعنا يا جماعه في اكلات كتير. هنا بقى كده بفرد الصوص بتاعنا، يعني بقى كاتشب مايونيز باربيكيو الموجودة عندنا، بنحط كده جوه السندوتشات وبنفردها، وبعدين على طول بنحط حلقات البصل والطماطم والفلفل الأخضر، وعلى طول بنروح حاطين القرص اللي هو بتاع الهمبرجر بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. بنرص بقى كله بالطريقة دي كده، ومن فوق برضو بنحط كده شوية من الصوصات الموجودة. شايفين كل واحد كده بصوص مختلف، لان طبعا الاولاد عندنا بيبقى كل واحد عايز حاجه وحديه، يعني حاجه معينه. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ حاجات كده عملناها في البيت، ومن غير طبعا ما نقرف نفسنا بقى بالحاجات بتاعت بره خالص. بصراحه ربنا بجد يعني انا زعلانه وانا بقول نقرف نفسنا، لان حاجه بره دي انا ما بقاش ضمناها والله يا جماعه. فحرام ان احنا نتعب عيالنا ونتعب نفسنا، لا نعمل حاجه في البيت بنبقى ضامنين نظافتها، وحاجه ما شاء الله بنبقى واكلينها واحنا مطمنين. نطمن كده على نفسنا بالحاجات اللي احنا بنعملها في بيتنا، وناكل ولادنا حاجه نظيفه. اللي شايف بقى ان الفيديو يستحق يا رب يحط اللايك كده، اللايك الجميل اللي زيكم. ربنا يا رب ما يحرمني منكم، احلى اخوات في الدنيا. حطوا لايك يا جماعه، ما ننساش اللايك. ما شاء الله بصوا بقى الجمال والحلاوه. ايه رايكم بقى؟ مفيش لا احلى ولا انضف من كده. هنا كمان بقى كده هقطع لكم قرص الهمبرجر، هتشوفوه من جوه يا جماعه الطراوه اللي فيه. بصوا ما شاء الله. يا رب بقى كده يكون الفيديو النهارده عجبكم، يكون فيديو خفيف عليكم. ما ننساش بقى اللايك، ويا ريت كلنا كده نشير الفيديو عشان كلنا نستفيد. وطبعا حبايبي واخواتي اللي اول مره بيتابعوا القناه ما ينسوش كده يشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم منا كل جديد اول باول. اتمنى الفيديو يكون عجبكم حبايبي، اشوف وشكم على خير واسيبكم في رعايه الله. احلى اخوات في الدنيا، مع الف سلامه.